بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصى على اليتيم. مين اليتيم؟ اللي أبوه بس هو اللي مات، مش أمه وأبوه. فالمتداول عندنا بالفهم العادي عند بعض البشر اللي بموت أمه يقول لك يتيم. معلش، كتير إحنا نجهل بالأمور، ولكن اليتيم يتيم الأب. فلما سيدنا النبي قال لك اكفوا اليتيم، يعني هو قد ايه عارف انه كان ليه سند وانكسر بعد ربنا سبحانه وتعالى. فلما بيموت ابوه 1100 بيحنوا عليه وبيطببوه. ده مين؟ برحمة من رب العالمين، لان ربنا ما بيسيبش حد، فبيبقى حاله افضل من ناس كتير. بمعنى ايه؟ او ايه اللي انت عايزه توصله لنا؟ عايزه اقول ان ده حاله اتعرف، زي الانسان اللي بيتوفى فبنروح ندفنه، فبيبقى ألمه وجع الفراق مصيبة الفراق، لكن كلنا ميتين واحنا عارفين ان الموت فاجعة ومصيبة. سيدنا النبي اتكلم صلى الله عليه وسلم في النقطة دي، ولكن بنزعل على الفراق، بيوجعنا على ناس بنحبه. في يتم أصعب. ايه هو بقى من وجهة نظري؟ هو ان الانسان يكون موجود في وسط اهله جميعا، من ام واب واخوات وعزوة بيسموها وناس، ويكون متوحد ويتيم. معقول؟ والله العظيم. ازاي؟ عن طريق المعاملة. اب مهمل لاولاده، مهمل لاهل بيته. ما هو اي موضوع انا بتكلم فيه بيخص الطفل الصغير لحد الشيخ الكبير، يعني الكلام بينطبق علينا جميعا. فاليتم الحقيقي ان يكون الاب او الام او الاسرة او العيلة موجودة وما بتعملش حاجة، وتحسس الشخص ده باليتم. ده اليتم الحقيقي، ان الانسان يبقى قاعد ويشعر تجاه الاخرين ان مش منهم، انه وحيد. هل ده احساس خاص بالانسان اللي بيشعر ده؟ لا، ما هو الشعور ما بيجيش تلقائي، اكيد لكل فعل ردة فعل. الاهمال، عدم الرعاية، عدم الحب، عدم جلوس الام او الاب في الاسرة واحتوائها، كل واحد مشغول، اللي ماسك الموبايلات واللي قاعد على الكافيتريات